أعزائي المستمعين، يسعدني أن أقدم لكم اليوم فقرة عن واحد من أبرز حكام مصر في العصر الحديث، وهو الخديوي إسماعيل الذي شهدت البلاد في عهده نهضة كبيرة في العمران والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى حدث عالمي ضخم وهو افتتاح قناة السويس. دعونا نتعرف معا على أهم ما يميز عصره. يعد الخديوي إسماعيل من أهم حكام مصر في القرن ال19، حيث أحدث تطورا كبيرا في العمران والبنية التحتية، وشيد قصورا فخمة مثل قصر عابدين والقبة ورأس التين، وأسس دار الأوبرا وكوبري قصر النيل، وطور الموانئ مد خطوط السكك الحديدية والبريد، وأضاء الشوارع لأول مرة. كما حفر ترعا مهمة مثل ترعة الإبراهيمية وترعة الإسماعيلية التي ساعدت في زيادة الأراضي الزراعية، ودعم الصناعة خاصة مصانع السكر. واهتم إسماعيل بشكل كبير بالتعليم، فرفع ميزانية نظارة المعارف وأنشأ مدارس كبرى مثل دار العلوم ومدرسة الفنون والصناعات. كما أسس أول مدرسة لتعليم البنات وهي مدرسة الثانية عام 1873، وظهرت في عصره مؤسسات ثقافية مهمة مثل دار الكتب والجمعية الجغرافية. على الجانب الإداري، حصل على لقب الخديوي رسميا، وأنشأ أول مجلس نيابي منتخب في مصر، وساهم في تطوير القضاء وإنشاء المحاكم المختلطة. كما دعم الجهود المبذولة لمنع تجارة الرقيق. وفي عهده شهدت مصر حدثا عالميا مهما، وهو افتتاح قناة السويس في 17 نوفمبر 1869، والذي جعله إسماعيل احتفالا أسطوريا ضخما حضره ملوك وأمراء أوروبا. بلغت تكلفة الاحتفال حوالي 2,400,000 جنيه، واستقبلت البلاد أكثر من 100,000 ضيف. وشيدت دار الأوبرا في 5 أشهر استعدادا لهذه المناسبة. أقيم الحفل في بورسعيد وحضره كبار الشخصيات، وقد كان افتتاح القناة علامة بارزة في تاريخ مصر وربط الشرق بالغرب، مما أكسب البلاد مكانة دولية كبيرة. وبذلك نكون قد تعرفنا على أهم إنجازات الخديوي إسماعيل، ذلك الحاكم الذي سعى إلى إدخال مصر عصر التحديث، سواء من خلال النهضة العمرانية والتعليمية أو من خلال إنجازه الأكبر وهو افتتاح قناة السويس. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء مع فقرة تاريخية أخرى.